وجميل هذا اليوم أن يقوم اتحاد الأدباء وملتقى الإذاعيين والتلفزيونيين بالاحتفاء باستضافة واحد من الفنانين الذين أعتز بهم شخصيا، ويشكل بالنسبة لي حلقة من الحلقات المهمة في الإبداع التمثيلي. بدءا علينا أن نقول أنه التمثيل شكل من أشكال العمل الإبداعي، ويشكل نسبة متقدمة وعالية. هناك اهتمام كبير في جانب الممثل. إذا أردنا باستعراض تاريخي بسيط، أنه نبدأ منذ المسرح الإغريقي، منذ المسرح الروماني، هذا الاهتمام بالتراث الدرامي الإغريقي أوجد لنا الممثل الأحادي في البداية، الجوقة بجماعيته، وهكذا انتقل إلى مراحل متقدمة، ووصلنا إلى ستانسلافسكي والواقعية، وانطلقنا إلى مجالات أوسع. أفراد ظهر ماير هولد وظهر بريشت، وظهرت المدارس الحديثة الآن التي تهتم في الحركة في البدي أكثر اهتمام، إلى مازن. وهذا ما أحب أن أقول، لدي اشتغال ما شاهدت في المسرح وفي التلفزيون وفي السينما، لدي اشتغال خاص. إذا كان الممثل عبارة عن جسد وصوت، فهذين العلامتين الظاهرات والمهمة في حركية تاريخية الممثل تتشكل عبر مساحات واسعة جدا عند مازن في اللقطة العامة في المسرح يدرك أنه لابد أن يكون التعبير تعبيرا عاما. هذا يعني أن الممثل كما يقول ستانسلافسكي واعي، أن تدرك أنت ممثل وأن لا تدرك أنت ممثل في نفس الوقت. هذا التضاد الكبير، أن تعي أنت ممثل وأن تعي في نفس الوقت أنت غير ممثل. هذا جانب. الجانب الآخر هذه التلقائية التي لا نجدها في كثير من الممثلين، بمعنى هناك ليس صنع، ليس محاولة تشكيل شيء لا يفيد الممثل. مازن يعطيك شيء أنت كمشاهد تحس براحة بمتعة معينة، وهذا هو الجانب الإبداعي في هذه العملية، أنه أنت تستطيع أن تقدم مشاعر إنسانية كبيرة وهي ممتعة في نفس الوقت. في الجانب الآخر تظهر بجانبها الجمالي. أنا أجد في أحيان يشتغل الممثل على عدة أشياء في الوجه لأجل إظهار تعبير معين. مازن والنموذج الأساسي هو سر القوارير، يتحدث عنه الزملاء. مازن في اللقطة العامة أجده أكثر براحة وأكثر قدرة مما هو عليه في اللقطة العامة. هذا لا يعني انفصال اللقطة العامة عن اللقطة القريبة، على اعتبار أن اللقطة القريبة كما يؤكد غريفث الذي اكتشف اللقطة القريبة في السينما منذ 1915 في فيلم مولد أمه، تصبح واحدة من اللقطات الكبيرة والمهمة جدا، إضافة إلى الجانب التشكيلي في اللقطة العامة، جانب المجاميع الظاهرة في اللقطة العامة. لكن اللقطة القريبة هي اللقطة التي تحدد قدرة ومدى أهمية الاشتغال السينمائي لدى الممثل، كما هو الحال لدينا في المسرح عندما تبدأ في الاقتراب من مقدمة المسرح أو الابتعاد باتجاه عمق المسرح. هذا التشكيل. فأجد أتساءل في أحيان معينة، أنا لم أكن حاضرا في الأعمال التي شارك فيها، هل كان مازن مشتغلا كممثل ومخرج في آن واحد؟ أنا لدي جانب شخصي أشتغل معه، ضروري أن يكون الممثل مخرجا لدوره، كما أن يكون ضروريا هناك أن يكون مخرجا عاما. هذا ليس بتضاد ما بين المخرج والممثل. الممثل له اشتغاله الخاص، وللمخرج له الاشتغالات العامة الخاصة في بناء اللقطة. الممثل يبني ذاته من خلال اشتغاله، لابد أن يكون الممثل ذات، ولهذا يقال أنه هذا ممثل متميز، وهذا ممثل قدير، وهذا ممثل متمكن، وهذا ممثل
تنميط للأحداث. مازن يبتعد عن تنميطية الحركة، واحدة من الأشياء المهمة. يبتعد عن تنميطية التعامل مع تعبيرية الصوت. إذن هذه الاشتغالات، وهذا كله أتحدث عنه بشكل خاص في فيلم سر القوارير. الجانب اللي يشكل أهمية واسعة في عمل مازن يحتاج إلى شيء أنا في تصور. أولا التقليل من الوزن. أنا لا أعتقد الوزن مسالم، وأضرب مثل كبير ذكره هو الممثل أوليفيه مثل بعد انتهاء من فيلم من مسرحية عطيل، ذهب 6 أشهر على البيانو، وعازف أيضا في نفس الوقت، يعزف حتى يجد طبقة صوتية لهاملت. وزن الممثل له أهمية كبيرة، شكل الممثل له أهمية كبيرة، ما تحدث عنه اللون الذي يرتديه الممثل له أهمية كبيرة. بالمناسبة أنطونيوني يقول: أستطيع أن أخرج فيلم من دون ممثلين فقط في الألوان وقادر أن أوصل كل الأفكار الإنسانية. أخيرا لملاحظات قصيرة ما قال عن هشام خالد: مازن لا يستطيع أن يمثل هذا الدور لأن مازن طيب. أعتقد هكذا تعامل في الفن خاطئ إلى أبعد الحدود. الممثل ممثل قادر أن يؤدي أي دور من الأدوار، ولهذا يقول هذا ممثل كبير. لا يمكن لحد الآن في تصوري مازن لم يدخل نمطية الممثل. ما دخلنا دلالتي في هذا المجال، ما دخلنا إلى التشخيص. ذهب مثلا بعض من الممثلين إلى هذه النمطية مثل بهجة الجمهوري على سبيل المثال، توجه بهذا الاتجاه، لكن مازن لم يدخل هذه المرحلة. فما أعتقد هكذا مخرج يمكن أن يتفاعل مع هذا الأمر. أنا حكيت مو ضده، بس هو كان كان ما يعرفني. أنا ضده. لا هو كان ما يعرفني، ما شايفني. لا أنا ضد مثل هكذا فكر. اي طبعا أنا مخرج على سبيل المثال، ربما أضرب مثل جدا واضح كبير. الرفاعي، خليل الرفاعي معروف عن نمطيته وعن وضعيته. انتقاء قاسم محمد في طير السعد، ظهر خليل الرفاعي ممثلا قديرا وكبيرا. الاحتمال هذا الممثل القدير وهذا الكبير من أين جاء من المخرج. إذن هناك مخرجين لا يصنعون الممثل، هناك ممثلين يصنعون المخرجين، وهذا ما يحدث في غالبية الدراما العراقية على سبيل المثال. مثل ما تفضل أسلك 70 مشهد في آن واحد، 70 مشهد، إذا كل مشهد بدقيقة 70 دقيقة، هذا فيلم سينمائي كامل هوليوود تنتجه بشهرين أو 3 أشهر. على أي حال لا أقول أخيرا وأنا سعيد غاية السعادة، لنصفق لأنفسنا لأننا نحتفي بمبدع جميل. شكرا أستاذ ولاء.